انا النهارده طالعه اتكلم معاكم كده كلمتين كده. يمكن اكون سبب ان انا اخليكي تاخدي بالك من حاجه دمرت حياتي. بس الحمد لله الحمد لله انا ست قويه صامده. كل حاجه بتحصل لي بقول عليها الحمد لله ان ربنا مسبب الاسباب لكل حاجه. احنا ما بنمشيش خطوه الا بامر من ربنا وباذن منه. الحسد، انا عايزه اتكلم عن الحسد، عايزه اتكلم عن الحسد وقد ايه الحسد مميت. قد ايه الحسد ممكن يدمر حياتك تماما. انا الكلام اللي هتكلم فيه طالع من قلبي بكل حاجة بكل تفاصيل انا عشتها فيه. بصوا، انا كان عندنا مكان بتاعنا، المكان ده كان الناس اللي عارفانا يعني. عندنا شركة مستلزمات طبية. عايزة اقول لكم كان مكان كبير، عندنا عمالة ناس شغالة، عندنا عربيات بالمناديب بتاعتها. مش هاخد في تفاصيل قوي قد ما هقول ان انا في اقل من سنة جوزي ابتدت تجارته تنهار واحدة ورا واحدة. ابتدى اي حاجة، مشاريع بتاعتي انا في يعني بدخل منها رزق خاصة بيا تتقفل كلها. ما تفهموش ايه اللي حصل. انا كنت ببيع منتجات على امازون وعلى كذا ابلكيشن تاني. ورا بعض الاكونتات قفلت. كان عندي قناة على اليوتيوب فيها عدد محترم من المتابعين وكانت بتدخلي دخل شهري. وقفت خالص، وقفت خالص بالارباح بكل حاجة. اعذروني. انا قوية الحمد لله، انا قوية وصامدة. وانا ببتدي من جديد، انا باخد البداية من جديد. عايزة اقف، عايزة اقول انا مفيش حاجة هتهديني. فالحمد لله انا عندي ايمان في ربنا كبير قوي، ان طول ما ربنا عطينا الصحة وعطينا القدرة ان احنا نبتدي من جديد هنبتدي تاني من اول وجديد. والحمد لله ما دام ما جاتش في عيالي، ما دام ما جاتش في انا وجوزي، فاحنا الحمد لله بخير. احنا الحمد لله الحمد لله مر علينا ظروف صعبة جدا احنا ما بنحسس حد بينا. فدي من نعم ربنا برضو على الواحد. بس ان انا احس، انا كنت مستبعدة تماما حتة ان هو يكون حسد. بس لما لقيتها كلها ورا بعضها ورا بعضها، جوزي تجارته بتنهار، كل يعني التجارة بحجمها، ان حجمها كبير جدا، بتنهار. وجوزي بيحاول على قد ما يقدر ان هو يوقفها على حيلها ولا بتنزل. احنا عارفين زي ما يكون انت كده بتقع من فوق جبل كده. فخلاص اللي هو مش قادرة. فاهمين؟ انا في الحالة دي ما بقيت عاملة زي التايهة، زي الغرقانة في بحر كده مش عارفة اطلع منه. افتح الاكونتات بتاعتي تقف، الاقيها واقفة، الاقيها مش موجودة اساسا. اتواصل مع الدعم مثلا يقولك لا اصل في مشكلة عند حضرتك في الاكونت بتاع البيع والشراء فمش هنقدر نشغله. فقعد الاكونت بتاع البيع والشراء واقف 8 شهور. بعد ما رجعته وقف تاني. حتى قناة اليوتيوب بتاعتي نمت وقمت لقيتها ملهاش وجود على اليوتيوب، ملهاش اثر على اليوتيوب. فحاولت اتصل بالدعم واتواصل معاهم يعني وكده، ورجعوها لي الحمد لله بالبطاقة بتاعتي. فقلت الحمد لله رجعت. بعد كده وقف من عليها الربح تماما، فمبقاش بيخش منها دخل. بقى قناة اليوتيوب خلاص ما بيخش منها دخل. الاكونت بتاعي بتاع البيع والشراء وقف، ما بقاش بيخش عليه اي حاجة. كل حاجة بقى ورا بعضها ورا بعضها. فعملت قناة يوتيوب جديدة. بقول يا رب ان شاء الله بيكوا بدعمكوا هوصل وهتبقى احسن من القناة الاولانية. القناة الاولانية كان عليها ياما، كان عليها متابعين كتير، كان عليها فيديوهات ياما، كان عليها شقة وتعب. لان كنت بقدم فيها طبخ وبقدم فيها وصفات، كنت بقدم فيها المصيف بتاعنا ما كنا بنخرج وبنصيف فلوجات وحاجات. كان عليها شقة وتعب ياما قوي. فالحمد لله الحمد لله على كل اللي جيبه ربنا. الحمد لله ان ما جاتش في عيالي، ما جاتش فينا. طول ما فينا صحة هنفضل واقفين وبنجازف وبنقول يا رب. الناس اللي حوالينا عارفين ان احنا عمرنا ما اذينا حد، عارفين ان احنا انا مش بشكر فيا ولا في جوزي، بس احنا طول عمرنا بنحب نساعد اللي حوالينا، بنحب نكون واقفين في ظهر اللي حوالينا قوي. الناس اللي حوالينا وعارفين الكلام ده هيعرفوا قد ايه ان احنا عمرنا ما شفنا حد في ضيقة وتخلينا عنه.
فربنا يكفيكوا يا رب شر العين، ربنا يكفيكوا كل اللي بيتفرجوا عليا. انا حبيت النهارده افضفض معاكم شويه، انا بجد كنت مخنوقه جدا، انا مخنوقه فوق ما اي حد متخيل. ف يعني انا بقالي فتره كده عايزه اتكلم، يعني عايزه اقعد مع حبايبي وصحابي اللي بقوا جزء من عيلتي، اللي بيحبوني، اللي بيسالوا عليا. ارجوكم خلي بالكم، الحسد بيموت، والحسد في كل حاجه وحشه. بيبقى اللي قاعد باصصلك في رزقك، باصصلك في عيالك، باصصلك في عيشتك. ممكن تكون عيشتك على قدك، بس بصلك على معاملتك انت وجوزك لبعض، انتوا كويسين مع بعض فبصلكوا. انتوا رزقكوا بيجيب لك وبتجيبي له ومش عارفه ايه، باصين لكم، باصين لعيالكم بيلبسوا بيروحوا ينزلوا وييجوا يتفسحوا، وكل حاجه نفسهم فيها عندهم. فاي حد يخلي باله، ما تخليش حياتك على الملأ. ما صدقيني، يعني انا التجربه اللي مريت بيها ما اتمنهاش لألد اعدائي. انا مريت بتجربه قاسيه قوي قوي، بس الحمد لله، الحمد لله ان انا كويسه وعيالي كويسين وجوزي كويس. انا في حاجات يعني انا بس حكيت لكم كده مقتطفات في حياتي، لا انا في قلب حياتي ذات نفسها حصل لي بلاوي بلاوي. بس الحمد لله انا ما بحبش اشيل حد همي، وما بحبش اقول لحد حاجه عن حياتي، وده اللي بيخلي ربنا دايما واقف معايا على فكره. ما تحبي تشتكي، اشتكي همك لربنا. ما تحبي تطلبي، اطلبي من ربنا. ربنا عنده ياما قوي، نقدر نطلب كل اللي نفسنا فيه من ربنا، وان شاء الله هو يدينا اللي احنا عايزينه كله.